ده بنت وبطل فيلمنا النهارده. اما دي فبتكون امه، وفيلمنا بيبدا بواحد اسمه فالميكي وبيروح المستشفى وبيعرف ان مراته ولدت ولد، وفي نفس الوقت مرات مديره في الشغل بتولد هي كمان ولد، لكن الممرضه بتكتشف ان الطفل مات وقاطع النفس ومش عارفه تعمل ايه، فبتروح تبلغ اهله، لكن بتلاقي فالميكي بيتكلم في التليفون وفي الوقت ده بتحكي له اللي حصل، فهو بيمنعها تتصل بيهم وبيعرض عليها تاخد ابنه اللي عايش ويبدلوهم مع بعض، لانه مديره راما ليه فضل عليه وعايز يرده باي طريقه، وفعلا بياخد ابنه اللي عايش من جنب مراته وبيروح يبدله من غير ما حد ياخد باله. ولما بيكونوا ماشيين بتحصل معجزه والطفل بيرجع للحياه، لكن فالميكي بيرفض يرجعهم تاني وعايز يخلي ابنه يعيش حياه سعيده لانه مش هيعرف يوفرها له، وساعتها الممرضه بتعترض على كلامه وهو للاسف بيزقها وبتقع من فوق المبنى وبتموت. ومع مرور الايام راما بيسمي ابنه راج، اما فالميكي بيسمي ابنه بنتو. وبعد ما بيعدي 20 سنه راج بيرجع من امريكا لانه كان بيدرس هناك والشاب مرفه جدا، اما بنتو بيكون نايم وابوه لسه بيعامله بطريقه وحشه وراكب توك توك وعايش حياه الفقر ومتاقلم عليها. وتاني يوم مجموعه شباب بيعكسوا اخته وبياخدوا الوشاح بتاعها وبتطلب من اخوها يرجع حقها، فبيقول لها ما تكبريش الموضوع، دول كانوا بيلعبوا. وبعدها بيروح لهم وعايز يرجع الوشاح بالادب، لكن بيرفضوا وبيفضلوا يتريقوا عليه، فبيتضايق منهم وبيضربهم كلهم وبيندمهم على كل حاجه عملوها ومحدش بيكون قادر يقف قدامه. وساعتها بيمشي وبيقول لاخته في التليفون الوشاح بتاعك معايا. وبعدها بيروح يعمل انترفيو وبيحكي مأساة حياته، وهي ان ابوه بيشحت له الهدوم القديمه من راج ابنه مديره في الشغل، لا وكمان بيلغي له منحته الدراسيه علشان متفوق وبيديها لاخته، وساعتها بيصعب عليه وبيقرر يديله الوظيفه. ولما بيقابل الاتش ار بيلاقيه واحد من الناس اللي كان بيتخانق معاهم، لكن بيدخل تاني وبيضربه وبيخليه يمضي على عقد التوظيف. وتاني يوم قاموا بتنزل من العربيه بتاعتها، ولما بنته بيشوفها بيكون متفاجئ جدا لدرجه ان شعره بيقف، وبيفضل يبص على رجليها وشكله معجب بيها جدا، وبيروح يحكي لاصحابه عن البنت اللي شافها في الاسانسير. وبعدها بيقابل مديرته وبيكتشف انها امه، وبتقول له انت وقعت يا حلو، وهو لسه بيبص على رجليها، فبتقرر انها تعاقبه وبتوديه الصحراء ودرجه الحراره عاليه جدا، فبيكلمها في التليفون وبيحاول يتاسف لها علشان تسامحه، لكن بتوديه لمكان تلج جدا وبتضايق فيه، وهو بيكلمها تاني وبيفضل يترجاها لحد ما بتوافق يرجع المكتب. ومن ناحيه تانيه فالميكي بيروح المستشفى وبنلاقي الممرضه اللي عارفه السر بتاعه لسه عايشه لكنها في غيبوبه، وبيفضل يحكي لها عن حياته ومطمن انها مش سامعه حاجه. ولما بيكون ماشي بيتفاجئ انها فاقت وهو خايف منها لا تتعرف عليه والسر بتاعه ينكشف. وبعدها بنته بيرجع المكتب وبيقعد على الارض وبيفضل يشتكي لامه الظروف بتاعته، وبيقول لها ابوس ايدك البسي بنطلون، ما بقتش قادر استحمل. ومع الوقت بيشتغل معاها وبيسافروا في كل مكان، وهو بيفضل يبص لها وشكلها دخل الدماغ وحبها. ومن ناحيه تانيه بنروح لواحد اسمه نايدو وبيموت اي حد بيقف قدام مصالحه الشخصيه، وبيعرف من ابنه بايداسلي ان شركه راما كبرت ولازم ياخدوا حصه منهم. وتاني يوم راج بيروح شركته وبيقابل بايداسلي علشان يحل المشكله، وابوه بيكلمه في السماعه وبيقول له يرفض العرض، لكن بيكون خايف وما عندهوش شخصيه ومش قادر يتكلم، لحد ما راما بيظهر على الشاشه وبيرفض العرض وبيطرده بره المكان. وفي نفس الوقت امه بتقابل عميل وبيطلب منها يشتري شركتها وبيكون معاها بنته، لكن بترفض وبتعترض على كل كلامه، فبيهددها بانه هيتحداها ويخليها تقفل شركتها، وده بيخلي بنته متضايق وبيفضل يضرب في رجالته واحد واحد وبيخلص عليهم، وبيقول للعميل مفيش بيع، وبيكون خايف منه وبيحذره من انه يهددهم تاني. وفي نفس الوقت راما بيكون سامع واخد باله من كل الكلام اللي بيحصل، وبيشوف بنته وبيعجب بشخصيته جدا، وبيرجع البيت وبيحكي لحماه عن الولد والبنت اللي شافهم وبيتمنى لو ابنه يكون زيهم، وده بيخلي مراته ياشو تتضايق منه لانه بيتكلم عن ابنها بطريقه وحشه. وحماه بيقول له لو الولد عجبك فالبنت عندها شركه ناجحه، ولو انضمت لينا واتجوزت راج هتفرق معانا. وتاني يوم بنته بيقابل ابوه في بيت راما وبيكتشف ان امه هناك وبتلبس خاتم الخطوبه، وبيكون مصدوم جدا وبيسيب المكان ويمشي، لكن بتقابله بعدها وبتشرح له انها مجبره على الجوازه وسمعت كلام ابوها، ووقتها بتقول له انا بحبك، وهما الاتنين بيقربوا من بعض جدا وبيقضوها رقص واغاني وبيكونوا فرحانين. وتاني يوم نايدو بيقابل راما وبيكرر طلبه تاني وعايز حصه من شركته، لكن للاسف بيرفض كلامه وبيصمم على رايه، فبيقرر وقتها يموته وبيحاول يتخلص منه، وبعدها بيسيب المكان ويمشي. وامه بتروح له وعايزه تبلغه برفضها للخطوبه، لكن بنته بيشوفه مصاب واقع على الارض فبيقرر ياخده وعايز ينقذ حياته من الموت، وبعدها بيوديه المستشفى علشان يتعالج. والممرضه اللي كانت في غيبوبه بتشوف راما قدامها بالصدفه، وساعتها بتقابل بنته وبتساله هو راما ابوك، فبيقول لها لا وبيفضل يتكلم معاها. وبعدها بيشاور اتجاه فالميكي وبيقول لها ده ابويا، وهي اول ما بتشوفه بتكون مصدومه جدا وبتقول له ابوك الحقيقي هو راما، وبتبدا تحكي له كل اللي حصل
وازاي بدلت الطفلين مع بعض زمان، وبتتأسف له على الغلطة اللي عملتها وبتطلب منه السماح، وبعدها بتفقد الحياة وبتموت قدام عينيه وهو متفاجئ ومصدوم ومش عارف يتصرف ازاي. ووقتها امه الحقيقية بتوصل للمستشفى وبيفضل يبص ناحيتها وصعبانة نفسه عليه، وبيتمنى يحضنها بعد فراق 25 سنة. ولما بيقابل فالميكي بيضربه بالقلم وعايز ينتقم منه، وبيقول له انا عرفت كل حاجة وانك مش ابويا. فبيقول له الممرضة مجنونة وبتكذب عليك. فبيرد بانتو وبيقول له انا ما جبت سيرة الممرضة، وبيتأكد وقتها ان هو مش ابوه. وبيفضل يسأله ازاي تعمل كده ومستغرب من كل تصرفاته، ومش عارف يتخلى عن حياة الفقر ويكون غني ولا يفضل زي ما هو. وبعدها بيسيب المكان ويمشي. وتاني يوم بيروح المستشفى وبيشوف ابوه وامه قدامه، وياشو بتعامله بطريقة وحشة، لا وكمان بتقعد بعيد عنه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدها بيشوف كاسي اخو ياشو عايز يزور فواتير المستشفى، ولما بيرجع البيت بيفضل يفكر ازاي يساعد اهله، وبيأمر فالميكي يدخله بيت راما علشان يفضل جنبهم بشكل دائم، وهو بيكون رافض، لكن في الاخر بيخاف وبيسمع كلامه. وتاني يوم الدكتور بيعالج راما وبيقترح عليه يجيبوا بانتو يعيش معاهم في البيت علشان صحته تكون افضل، وده اسلوب جديد في العلاج. وبيتضح ان بانتو خاطف ابن الدكتور وبيجبره يقول كده، وفعلا بيدخل البيت لاول مره بعد ما عرف الحقيقه، وبيقابل جده وبيشكره علشان انقذ راما وبيوافق يعيش معاهم في البيت. وساعتها بيقابل خاله كاسي وبيتكلم معاه، اما دي فبتكون بنت خاله اسمها ناندو. وبعدها بيسأل جده انتوا ليه ما عملتوش محضر في نايدو اللي حاول يموت راما؟ فبيقول له مفيش دليل والشرطه بتخاف منه. فبياخدوا عربيتهم وبيروحوا لهم المينا اللي شغالين فيها، وجده بيحاول يدخل لكن للاسف بيضربوه بيوقعوه على الارض. ولما بيرجع لرام بيلاقي في علامه على هدومه، فبيفضل يضرب فيهم كلهم وبيندمهم على كل حاجه عملوها، ومحدش منهم بيكون قادر يقف قصاده. وبعدها بيقابل نايدو بيهدده لو حاول يقرب من العيله او شركتهم هيكون اخر يوم في عمره. وتاني يوم راما بيشوف بانتو وبيشكره علشان انقذ حياته، وبيعرف من كلام ابوه ان العيله فيها مشاكل وكل واحد بيفكر في نفسه. وجده بيحكي له عن كل الخلافات اللي بين راما ومراته، وعن ابنه راجل اللي ملهوش شخصيه ودايما منطوي على نفسه، وهو بيقول له ما تقلقش انا هساعدك تحل كل المشاكل. وتاني يوم بيثبت لجده ان كاسي حرامي وبيزور في الاوراق وبيسرق 150,000. فبيمسك العصايه وبيفضل يجري وراهم لحد ما بتظهر ياشو قدامهم وبتسالهم ايه اللي بيحصل في المكان. وبانتو بيقول لها اخوكي بيسرق فلوسك علشان يلعب قمار، وانه مستحيل يكذب مهما حصل في حياته. فبتقول له بما انك بتنطق بالحقيقه دايما فيا ريت تقول لي ايه اللي تعرفه عني. فبيقول لها انت وجوزك متخانقين مع بعض من 7 سنين بسبب انه خانك مع السكرتيره بتاعته، ودي الحقيقه اللي رافضه تواجهي نفسك بيها من زمان. ووقتها راما بيسمعه وبيضربه بالقلم على وشه، لان الكذب والتجاهل اوقات بيساعد على استمرار الحياه. فبانتو بيعترض عليه وبيقول له الحقيقه افضل طريق في اساس اي علاقه. ولما بيجي الليل راما بيتاسف لمراته وبيعتذر على كل حاجه عملها في الماضي، وهي في النهايه بتشوفه ندمان وبتوافق تسامحه. وجده بيكلمه في التليفون وبيقول له الخطه بتاعتنا نجحت. وبعدها كاسي بيخطط لسرقه الشركه، وبيقرروا تاني يوم يعملوا اجتماع، وبيتفقوا مع بايداسلي يكون موجود علشان يشتري جزء من حصة الشركة غصب عنهم، وبيهددهم يوافقوا والا هيموتهم. لحد ما بيوصل بانتو المكان وبيبوظ الخطة بتاعتهم، وبيفضل يضرب في رجالته. في نهاية الامر بيحذره وبيقول له طول ما انا عايش محدش هيقرب من العيلة. وبعدها بيعملوا حفلة وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وكلهم بيكونوا فرحانين. ولما بيكون مع امو للاسف ياشو بتوصل المكان وبتشوفهم، وبعدها كلهم بيتجمعوا وفالميكي بيضربه بالقلم، وبيقول له من يوم ما وصلت البيت وانت بتعمل مشاكل للعيله، لا وكمان بتحب خطيبه ابنهم راج، وهم مصدومين من كل اللي بيحصل قدامهم. وفي الاخر بياخدوا وبيطردوا بره البيت وبيقول له انت فاشل وانا رجعتك تاني للمكان اللي انت فيه. وبعدها قاموا بتساله انت زعلان ليه بالرغم من ان الخطوبه بتاعتها اتفشكلت. فبيبدا في الوقت ده يحكي لها كل اللي حصل زمان، وان راما وياشو بيكونوا ابوه وامه الحقيقيين ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم نايدو بيكلمهم في التليفون وبنعرف انه خطف ناندو بنت كاسي وبيهدد بموتها، فبيتنازلوا عن نص ممتلكاتهم ليه علشان ما يقتلهاش. وكاسي بيتاسف لراما لانه كان دايما بيسرقه، والنهارده هو بيتنازل عن ثروته علشان ينقذ بنته. ولما راج بياخد الورق وعايز يسلمه لهم بيكونوا خايفين عليه لانه ضعيف الشخصيه، فبيزعل لهم وبيقول لهم انا مش عيل صغير وبشرب سجاير وخمره من وراكم وبحب ناندو ولازم اروح انقذها. وهم مستغربين كلامه لانه لاول مره في حياته بيطلع اللي جواه. وفالميكي بيكلم بانتو في التليفون علشان ينقذ ابن راج، فبيرفض
بيرفض وبيقول له ماليش دعوه بمشاكل العيله تاني، لكن بيرجع في كلامه وبيروح للمقر بتاعهم وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر يقف قدامه وبيخلص عليهم واحد واحد. ونايدو بيهدد بموتها لو حاول يقرب منه، فبيقدر يغفله وفي نهايه الامر بيقتله بيخلص عليه. وبعدها بياخد ناندو بيسيب المكان ويمشي. وبانتو بيروح لبيت العيله وبيقول لهم انا ساعدتكم وجمعتكم من تاني وحليت كل المشاكل اللي بينكم، وفي نهايه الامر انقذت ناندو، وبتمنى محدش يحتاجني تاني لاني هبعد عنكم. لكن جده بيوقفهم وبيروح لفالميكي وبيضربه بالقلم وبيقول له بانتو بيكون حفيدي وانت خطفته من 25 سنه. وبنكتشف انه كان موجود في المستشفى وسمع كل حاجه قالتها الممرضه لبانتو قبل ما تموت. وبانتو بيتفاجئ ان جده كان عارف الحقيقه. وفي الوقت ده راما بيكون مصدوم ومتفاجئ ومش قادر يصدق اللي بيحصل. وجده بيسال بانتو ليه كنت ساكت وما طلبتش ثروتك، فبيقول له انا مش عايز حاجه غير اني اشوف ابويا وامي سعداء واحميهم من اي خطر ممكن يقرب لهم. وساعتها راما بيعيط ومتاثر جدا بكلامه وهو بيحاول يواسيه، والاول مره في حياته بيناديه باسم بابا، ووقتها بيحضنه ومش قادر يصدق نفسه. وبعدها بانتو بيرفض ان امه تعرف الحقيقه علشان ما تتصدمش ان الانسان اللي ربته 25 سنه ما طلعش ابنها. وفي الوقت ده ياشو بتوصل لهم وبتقول لبانتو انا كنت بكرهك لانك احسن من ابن راش في كل حاجه، لكن بعد ما انقذت حياته فانا هعتبرك من النهارده ابني. وبنلاقيها بتحضنه وعماله بتعيط وهو مش قادر يصدق نفسه، وبتاخد نص الاملاك اللي قدر ينقذها من بايدو وبتديها له. ولما بيكون معترض بتقول له ما ينفعش الابن يرفض كلام امه. وياشو بتطلب من فالميكي ياخد راج ويحاول يعلمه ويدربه علشان يكون زي بانتو، وبنحس في الوقت ده انها عارفه الحقيقه وكل اللي بيحصل. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.